تسميه السوره بسوره البقره. القصه بتقول ان واحد من بني اسرائيل قتل واحد تاني وما كانوش عارفين مين اللي قتله، راحوا لسيدنا موسى بصفته النبي وسالوه مين اللي قتل، باعتبار ان هو اكيد متصل بالله. فربنا رد على سيدنا موسى وامر ان هم يذبحوا بقره. عشان كده هم ردوا بعدها اتتخذونا هزوا، انت بتتمسخر علينا؟ يعني احنا بنقول لك مين اللي قتل الراجل تقول لنا اذبحوا بقره؟ قعدوا يمطلوا كعاده بني اسرائيل، وبعد ما قعدوا اسالوه اسئله كتير وصعبوا على نفسهم ذبحوا البقره. ربنا امرهم ان هم يضربوا الشخص المقتول ده بجزء من البقره ديت. لما عملوا كده الشخص قام من الموت وقال مين اللي قتله؟ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته. القصه كلها عباره عن معجزه بتبين قدره الله تعالى وانه لا يستحيل عليه شيء. اجابه السؤال الثاني بقى وهو ايه علاقه مواضيع سوره البقره ببعضها؟ باختصار هنحاول نربط الايات ببعضها في ايجاز. سوره البقره جزئين. الجزء الاول عباره عن 3 قصص ل3 خلفاء في الارض. الخليفه الاول هو سيدنا ادم، اني جاعل في الارض خليفه. ربنا كلفه تكليف وكانت النتيجه انه عصى ثم اطاع وجاب 50% في التكليف، وعصى ادم ربه فغوى. الخليفه الثاني بني اسرائيل، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربنا كلفهم تكليف وكانت النتيجه 0%، كحكه زي ما بنقول، ما سابوش معصيه في حق الله الا فعلوها. الخليفه الثالث سيدنا ابراهيم عليه السلام، اني جاعلك للناس اماما. كانت النتيجه 100% واطاع تمام الطاعه. الجزء الثاني بقى من البقره كله احكام الصيام والقصاص والاسره وتحريم الربا واحكام الدين والانفاق والطلاق والزواج. ربنا قبل ما يقول لنا الاحكام بيقول لنا انتوا هتبقوا مين في ال3 الخلفاء؟ هتبقوا زي ادم تطيعوا وتعصوا، ولا زي بني اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، ولا زي ابراهيم بتطيعوا تمام الطاعه؟ عشان كده الجزء الاول كان فيه قصه ال3 خلفاء، وبعد كده الجزء الثاني الاحكام والتشريعات، وفي الاخر قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت الايه دي راح الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا وقالوا له يا رسول الله امرنا الله تبارك وتعالى بالصلاه والصيام والزكاه فصبرنا وامتثلنا لاننا كلفنا بما نطيق، ولكن هذا تكليف بما لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كبني اسرائيل مع موسى قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوها واكثروا منها مدحهم الله بقوله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى قوله تعالى وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ونزل التخفيف من الله عنهم بقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وربنا بيختتم سوره البقره بدعاء الصحابه اللي قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. يعني يا رب بلاش تعاملنا زي سيدنا ادم لو عملنا زيه فنسينا التكليف او اخطانا فتطردنا من جنتك. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما تعاملناش يا رب زي بني اسرائيل. الاصر هو الشيء الثقيل على النفس، لان ربنا قال لهم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. فما تعاملناش زي بني اسرائيل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبكده تكون شرحنا تفاصيل شويه من جزء سوره البقره ما كناش واخدين بالنا منها. هسيب لكم رابط فيديو سوره البقره اللي كنت اتكلمت فيه عن التجربه وليه كنت بقراها كل يوم. اتمنى ان هو يفيدكم باذن الله، ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع اصحابكم. كنت معاكم اسماء الشريف، والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.